بيبدأ الفيلم باتنين قاعدين على رصيف المينا بياكلوا، وفجأة بيظهر واحد روسي وبيضرب واحد منهم بالنار. بنروح بعد كده لزعيم عصابة اسمه هان جاي قاعد في العربية مستني ولد اسمه جون هيو هيخرج من السجن واللي يعتبر دراعه اليمين، ورجالته كلهم واقفين مستنيينه وبيدوله التحية. الست دي بقى ضابطة شرطة وبتروح للراجل ده في بيته واللي بيكون أكبر زعيم مخدرات في كوريا كلها، ونفسها تقبض عليه متلبس لكن عمرها ما مسكت عليه أي حاجة. وهما بيتكلموا سوا بيدخل عليهم هان جاي وجون هيو وبيطلبوا منها تطلع بره. بنرجع بالزمن 3 سنين لورا جوه السجن، بيكون في مصارعة بالكفوف بين الرجالة. في الوقت ده هان جاي كان لسه في السجن لما واحد من الرجالة بيغمى عليه. جون هيو بيدخل المنافسة لكن بيغش، وبدل ما يضرب بالكف بيضرب بالبوكس، فالمسابقة بتبوظ والمساجين بيطحنوا في بعض. هان جاي بيعجب بشجاعة جون هيو وبيقرر يخليه واحد من رجالته. في السجن هان جاي يعتبر رئيس المساجين ومحدش يقدر يقف قصاده، وعامل شبكة لتجارة السجاير والمخدرات جوه السجن. على الرغم من ان الكل كان بيخاف منه لكن كان بيعامل رجالته كويس جدا. بنرجع لوقتنا الحالي، هان جاي عامل حفلة وعازم فيها الزعيم الكبير، وبنشوف جون هيو قاعد معاهم على نفس الترابيزة. لكن ابن اخو الزعيم مش عاجبه ان واحد زي ده قاعد معاهم على نفس الترابيزة، فبيحاول يخوف جون هيو. لكن على مين؟ جون هيو كان هيخليه يعملها على نفسه. فالزعيم بيضرب ابن اخوه وبيقول له ما تبقاش غبي زي ابوك. بعدها بيروح يعيط في عربيته وبيفضل يبرطم بالكلام، ازاي يا عمي يضربني انا قدام واحد لسه جديد في العصابة؟ بنرجع تاني لايام السجن وبنعرف ان هان جاي كان ليه منافس جوه السجن اسمه كيم سونج، وعلشان ما يبقاش في بينهم مشاكل هان جاي بيروح له وبيعرض عليه نص ارباحه من تجارة السجاير. لكن اخينا ده بيرفض وبيهينه كمان. بتيجي اخبار لهان جاي ان واحد من رجالته الشرطة ضربته. بيعرف ان الشرطة واخدة جانب المنافس بتاعه لانه بيدفع لهم فلوس اكتر، والمأمور بيخلي الضباط يضربوه هو كمان، وبعدها بيحبسوه في سجن انفرادي. هان جاي بيفقد سلطته جوه السجن، وكيم سونج اصبح هو كل في كل، حتى رجالته خانوه وبقوا مع عدوه واللي كان عاوز يتخلص من هان جاي، لكن جون هيو بينقذه في اخر لحظة. هان جاي عاوز يرجع سلطته تاني جوه السجن، فجون هيو بتجيله فكرة انه يتصور بالسجاير والمخدرات اللي معاهم، وبيهددوا المأمور انهم هينشروا الصور دي وبكده هيروح في داهية. فبيقلب بطة بلدي وهان جاي بيديله بالكف. بعدها بينتقم من عدوه فبيربطه وبيكب عليه مية بتغلي وبيقول له انت كنت عاوز تقتلني انا وانا اللي كنت طول عمري بحترمك. لكن من كتر التعذيب بيعترف ان اللي كان عاوز يقتله زعيم العصابة الكبير نفسه. بنرجع للوقت الحاضر، هان جاي وجون هيو بيلعبوا بيسبول وبيتفرج عليهم من بعيد الزعيم الكبير، وشاكك ان هان جاي عرف بخصوص انه ادى اوامر بقتله في السجن، فبيتفق مع ابن اخوه انهم يقتلوه لكن بعد ما يخلصوا الصفقة الجديدة مع الروس. من 3 سنين والشرطة بتراقب زعيم العصابة لأنه بيجيب بنات من روسيا وبيشتغلوا في البارات بتاعته رقصات، وحليفه زعيم عصابة روسي كبير وكمان بيهرب المخدرات في السمك المجمد اللي بيجي من روسيا. فعلشان يقبضوا عليه بيقرروا يزرعوا وسطهم ضابط، واللي بيطلع جون هيو. بيرفض في الأول لأنه هيدخل السجن 3 سنين، لكن المحققة بتوعده إنها هتلاقي متبرع بالكلية لوالدته فبيوافق وبيدخل السجن. في السجن بيعرفهم انه اتقبض عليه وهو بيهرب مخدرات على الحدود، فبيكسب ثقة هان جاي وبيكون دراعه اليمين. وهو في السجن جون هيو بيعرف ان والدته اتقتلت، طبعا بيزعل عليها جدا وبيتصل على المحققة تخرجه من السجن علشان يشوف امه قبل ما تندفن، لكن بترفض علشان ما تعرضش حياته للخطر وتبوظ المهمة. هان جاي بيحاول يواسي جون هيو لكن بيضربوا بعض. تاني يوم بيتم استدعائه وبيعرف إنهم سمحوا له بحضور عزا والدته، وإن اللي جاب له موافقة هان جاي، وكمان اتكفل بمصاريف جنازة والدته. بيشوف والدته للمرة الأخيرة. بعد العزا بيرجع للسجن وزمايله كلهم بيعزوه. هان جاي بيقول لجون هيو إن هو كمان فقد والدته لما كان عنده 12 سنة، وبيقول له لما نخرج من هنا ما تقلقش
لأنك هتشتغل معايا. فجون هيو اعترف له إنه ضابط متخفي. في الوقت الحالي جون هيو قاعد مع زعيم أحد العصابات وبيطلب منه حاجات يعملها ليهم، لكن بيرفض. فبيقوم مثبت إيده في المكتب بسكينة وبيدخل في عركة مع باقي العصابة. بيوصل هان جاي وبيساعده في التخلص منهم كلهم. بعدها بيروح نايت كلاب وبيطلب من جون هيو يستناه، وبيروح هو يقابل صاحب المكان. جون هيو بيخرج يتمشى بره، فبيظهر له واحد من زمايله في الشرطة وبيقول له ركز في مهمتك. لكن هان جاي بيظهر وبيقول له بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له ده واد شمال وكان بيعاكسني. طبعا هان جاي بيبدأ يشك فيه وبيفتكر لما كان في السجن وعرف ان جون هيو ظابط، فقرر انه يقتل زميله في السجن وكمان والدته، وقرر يستخدمه علشان يوصل لهدفه. جون هيو بيقابل المحققة وبتطلب منه معلومات عن العملية الجديدة، فبيقول لها احنا مستنيين الروس يردوا علينا، وبيطلب منها تعرف مين اللي قتل والدته، لكن بترفض تعرفه. بعدها بكام يوم بيوصل لها معلومات بخصوص العملية الجديدة. الزعيم بيروح يقابل الروس في المينا وهم بينقلوا البضاعة. بتظهر الشرطة. المحققة بتحس إنها انتصرت عليهم أخيرا، لكن بتلاقي الصناديق كلها لعب أطفال. طبعا بيجيلها إحباط وإنها فشلت مرة تانية تقبض عليهم، فبيضحكوا عليها وبيمشوا. في الوقت نفسه بنشوف جون هيو مستني على مركب والمخدرات بتظهر حواليه من كل مكان. بعدها بيتصل على هان جاي وبيعرفه إن البضاعة معاه، فهان جاي بيؤمر رجالته يقتلوهم كلهم. بعدها جون هيو بيطلب من هان جاي انه يضربه بالرصاص علشان البوليس ما يشكش فيه، وبيقول للمحققة ان هان جاي غير الخطة في اخر لحظة. فالمحققة بتعرف انه بيشتغلها، فبتوري له كاميرات المراقبة، وبيعرف ان اللي قتل والدته هان جاي نفسه، فبيغضب وبيقرر ينتقم منه. بيبدأ يوقع بينه وبين ابن اخو الزعيم اللي قتلوه، فبيروح مكتبه وبيلاقيه قاعد ومستقنيص، فبيعرف انه فعلا عاوز يخونه فبيقتله. جون هيو بيقول لهان جاي يقابله في مبنى علشان يستلم البضاعة، وطبعا المحققة بتسمعهم. في المبنى جون هيو بيقول له انت ليه قتلت امي؟ فبيطلع مسدسه، لكن جون هيو بيقعد وبيقول له الشرطة محاوطة المكان كله، والشرطة فعلا بتكون عاملة كمين، وبيبدأ ضرب النار ما بينهم. لكن هان جاي بيقدر يقتل كل ضباط الشرطة وبيطلع كمان سليم. لكن وهو خارج عربية بتخبطه وبتطيره من على الأرض. بتطلع المحققة وبتاخد منه مفتاح العربية علشان تاخد المخدرات كدليل، لكن جون هيو بيظهر وبيقتلها وبيحط المسدس في ايد هان جاي وبيقتله هو كمان. وبكده بيكون انتقم من المحققة اللي كان كل همها انها تكسب القضية، ومن اللي قتل امه كمان. ولهنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك أفلامنا الجديدة.